السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، دايما طيبين كده، وفي رمضان متجمعين وعلى السفرة ملمومين، وفي الحاجات الحلوة بتاعة العيد تعملوا كده يا رب، ويكبر بخاطركم ربنا. حبايبي كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما في احسن صحة واحسن حال. هنعمل مع بعض احلى غريبة. فاكرين الاغاني بتاعت زمان، الفلكلور الشعبي الجميل بتاعنا، لما يقولك يا نعمة يا غريبة يا بنت الناس الطيبة؟ هي دي بقى ايه النعمة الغريبة الجميلة اللي احنا هنعملها، بس بطريقه المحلات السريعه اللي ما تسهل عليكي الدنيا وما تخليكيش تتعبي في التكوير وفي التوضيب. لا الموضوع هيبقى سهل جدا بالقمع يا جماعه. زي ما انتم شايفين دي سمنه موجوده في التلاجة، لازم ابقى مطلعاها كده ساقعه جدا. زي ما انتم شايفين بصوا قوامها، ده نص كيلو سمنه زي ما انتم شايفين كده، جامده ومتماسكه كويس جدا. طلعتها من التلاجة، هحط عليها كيلو دقيق، كيلو دقيق منخول، يبقى كيلو الدقيق عليه نص كيلو سمنه. انا ده دقيق كوثر اللي بستخدمه لجميع الاغراض، صالح لجميع الاغراض. عايزه تعملي بيه مفيش مشكله، عايزه تعملي باي نوع تاني مكتوب عليه لجميع الاغراض مفيش مشكله، يعني نوع الدقيق او الشركه اللي تعجبك. ده ربع كيلو سكر مطحون كويس جدا جدا جدا، يبقى كيلو دقيق عليه نص سمنه جامده وساقعه، عليه ربع كيلو سكر بودر يا حبايب قلبي. زي ما احنا قبل كده السنه اللي فاتت عملنا بالكوبايات، كنا بنقول الاربع كوبايات دقيق عليهم 2 سمنه عليهم كوبايه سكر، وهكذا 4 2 1. تمام. طيب عايزه تعملي سمنه بلدي مفيش مشكله، عايزه تعملي سمنه زي حالاتي كده. ما لقيتش صراحه، كنت عايزه اجيب كريستال الابيض او سمنه بيضه، عشان طبعا الغريبه تبقى ايه، المفروض يبقى لونها ابيض ما يبقاش لونها مصفر. بس انا ما لقيتش، ملك راحت ما لقيتش الا السمنه دي، فما فيش مشكله، اللي هي السمنه الصفراء اللي هي بتاعت كريستال. تمام. هنحط السمنه الساقعه اللي طالعه من التلاجة، هنحط عليهم سكر البودر، نص كيلو سمنه على ربع كيلو سكر بودر، ونضربهم بايدينا بقى بالعجان زي ما انت حابه الموجود عندك. بس انا طبعا الحمد لله رب العالمين ربنا رزقني بيه، فبيسهل عليا الدنيا عشان دراعي والغضروف والكلام ده كله. هعمله الاول بالمضرب بتاع البيض، وبعد كده ايه هحط الكف، هغير يعني الاداه دي بتاعت البيض، وهعمل ايه الكف. السنه اللي فاتت عملتها لكم يا حبايب قلبي، كنت بكورها والشكل مختلف وبايدي من غير قمع ولا حاجه. وكان نظام 4 كوبايات دقيق ونصهم سمنه ونصهم سكر. فلو انتوا حابين برضو تشوفوه في القناه موجود اهو. ده حبايب قلبي القمع اللي هشتغل بيه بتاع البيتيفور او الغريبه، او اللي هو بعمل بيه وردات كريم شانتيه في التورت والكلام ده كله. بصوا بقى هنضربها البيض في السمنه بالمنظر دوت، السمنه في السكر، انا اسفه مفيش بيض، السكر في السمنه. هنضربه كويس جدا لغايه ما لونه يبيض ويفتح ويبقى عامل زي كريم شانتيه كده، ويبقى كده ايه هش وعامل زي المارنج كده. تمام. يبقى نضرب السكر مع السمنه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. ولو في اي حاجه في الجوانب يعني كل شويه بوقف كده واجيب من الجناب، عشان لو في سكر او في سمنه ما اتضربتش كويس، بجيبها بالاسباتولا كويس واشغل عليها تاني. طبعا حطيت كيلو دقيق مره واحده المنخول زي ما انتم شايفين كده، وهضرب بالراحه الاول عشان ما اعفرش الدقيق، وبعد كده هعلي السرعه شويه بتاعه العجين. حطينا الكف اهو بسم الله عشان يستحمل الدقيق. عايزاها عجينه حلوه وطريه وما بتلزقش. شايفين يا حبايب قلبي؟ الاول كده هتلاقيها عامله زي حبيبات الرمل، هتتحول كده لحبيبات الرمل المندي، واخدين بالكم الرمله منديه كده. اهم حاجه نبسها كويس زي ما انتم شايفين كده. بدل ما كانت حبيبات منديه
هتبصي تلاقيها ايه بقت معاكوا عجينه. هنسيبها كده يعني بعد ما نحط الدقيق دقيقتين 3 بالكتير، يعني دقيقتين 3 بالكتير كده كده. بعد الدقيق ما نحطه عشان يختفي كويس ونبسه كويس. وبعد كده خلاص نفس المقادير دي بتاعت السنه اللي فاتت ونفس الطريقه. لو احنا عايزين نعمله كور هنحط العجينه دي في الايه في التلاجة تجمد شويه عشان تقدري تشكليها. لكن طبعا الكيس بيبقى اسرع لك واسهل لك وما بتاخدش منك وقت وبيبقى شكلها حلو. بس بنشكلها يعني نفس المقادير بتاع السنه اللي فاتت او الغريبه اللي احنا دايما بنعملها، بس بنشكلها بالقمع الحلواني عشان خاطر بتبقى سهله. هتبقى عامله زي عجينه البوتيفور كده طريه وجميله وما بتلزقش. يبقى ضرب بعد الدقيق دقيقه او 2 بالكتير بعد الايه ما نحط الدقيق ونضيفه زي ما انتم شايفين كده. كنت بنزل كل شويه اللي في الجناب يمين شمال عشان لو في سمنه او في سكر او ما اتعملتش او كده. اهم حاجه البس كويس، اهم حاجه البس يبقى كويس في السمنه والدقيق. او حطيناه في القمع زي ما شايفين. ده قمع يا حبايب قلبي حاليا ب10 جنيه، كنت بجيبه ب6 جنيه. قمع تقيل وحلو بستخدمه للكريم شانتيه، بستخدمه لتزويق التورت، بستخدمه لعمل الوردات، بستخدمه للبيتشفور، بستخدمه لبلح الشام ما شاء الله يعني متماسك وحلو. بستخدمه بلح الشام، لغيت خالص اللي كان عندي قماش ولغيته وبستخدمه برده لبلح الشام. فانتي على حسب ما بتحبي. هنعمل طبعا زي ما انتم عارفين البوتيفور والغريبه والكحك والبسكوت بيبقى فيهم كميه سمنه محترمه، ما بنحتاجش ان احنا ندهن ولا الصاج ولا الطاسات ولا الصواني الالومنيا اللي بنشتغل فيها زي ما انتم شايفين كده. دي صواني البسبوسه عندي 3 كبار، وعندي صاج، وعندي يعني مواعين الومنيا. بحب استخدمها اكتر من الصاج لان الصاج كبير بس بيحرق صراحه. فالالومنيا مفيش احسن منها في التسويه. زي ما انتم شايفين ده اللولي، الخرز اللولي اللي دايما بنحطه في الغريبه حبايب قلبي وعملته معاكم في السنه اللي فاتت. وده سبرينكل الوان عامل زي شكل القلوب. في الوان تانية بيبقى اخضر وعلى شكل قلب وحاجات تانية كتير اشكال حلوه زي ما انت حابه. على درجه 180 على الرف الوسط، ما بياخدش اكتر من 10 12 دقيقه على اساس فرونتك. وطبعا هو عشان صغير ما بياخدش اكتر من 12 دقيقه تقريبا، من 10 ل 12. لو الحجم كبير شويه ممكن نقول 15، بس انت خلي بالك من 10 دقايق، تخلي بالك وتركزي. طبعا هو ما بياخدش لون، يعني هو ما بياخدش لون في الطبيعي، ما بياخدش لون. بس انت بتعرفي ازاي ان اللي يعني الوقت عدى وتبصي تلاقي من تحت كده ممكن تكون لون خفيف من تحت كده في القاعده كده بتاعت الغريبايه. طبعا انا بعمل زي ما انتم شايفين كده. ومالك حبيبه قلبي بتساعدني، خلي قلوبكم يساعدوكم. بتحطي لي الاسبرينكل او الالوان اللي هي القلوب دي، او بتحطي لي اللولي وهو طعمه حلو طبعا وبيتاكل، وطعم البامبوني كده وشكله بيبقى حلو وشيك وسريع زي البشفور كده، سريع ما بياخدش منك وقت ولا تكوير ولا الكلام ده كله. حطي في طبق كده اللولي واشتغلي انتي واولادك كده، فرحيهم بالعيد بانهم يساعدوكي في المطبخ دايما. انا دايما بحب الشكل وطعم اللولي ده يا جماعه، بيبقى حلو قوي. بصوا ملك بتوريكم بقى، بتقول لكم ايه رايكم، ده احلى ولا ده احلى؟ الاتنين غريبه والاتنين زي الفل. بسم الله ما شاء الله. نعمل الكميه كلها بنفس الطريقه. انا بشكل وملك بتحط في النص كده اللولي او السبرينكل. بصوا الدلع بقى عامل كميه معايا ما شاء الله، الصواني والكلام ده كله. طبعا الفرن دايما بتبقى سخنه مسبقا قبلها ب10 دقايق ولا حاجه، 10 12 دقيقه، وهطلعه واوريها لكم. بصوا يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله. بسيبها تهدى شويه طبعا عشان ما تمسكيهاش تروح تتفرفت منك، لان هي ناعمه بقى. بنقول هي ناعمه يا غريبه ازاي، ما يعني هي اسم على مسمى. بسم الله ما شاء الله. طبعا حبيبه قلبي لو عندك لما يبرد بقى لما يبرد هتحطيه في حاجه بلاستيك، حافظه بلاستيك او اي حاجه انت بتحطي فيها يكون بلاستيك احسن، يعني عشان خاطر زي ما انتم شايفين دي كرتونه. طبعا ما كانش عندي، فدي كرتونه. فعشان السمنه اللي فيها ما تشربهاش الكرتونه، فبجيب اكياس اللبن زي ما انتم شايفين وافتحها كده. يعني استحب علب محكمه بلاستيك محكمه الغلق عشان خاطر الكرتون بيشرب السمنه زي ما قلنا اللي منها بتخليها تنطر السمنه منها تشربها. فاحنا حطينا كيس بلاستيك
الجيش قال لك اتصرف، فانا ما عنديش، فهرص بقى واحده بوحدتها زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما ارصهم بين الراق والراق او الدور والدور هحط برده كيس بلاستيك وافرده تاني عشان ما تريحش على بعضيها ويطرى يا جماعه، عشان يقعد قد ما يقعد ما يطراش. عشان يا حبايب قلبي ما يطراش على بعض ويحن على بعض، عشان ما يحنش على بعض ويطرى على بعض. السوا على 160 او 170 او 180 بكتير قوي يا حبايب قلبي، ما بياخدش من يعني من 10 12 دقيقه زي ما قلنا، وما بياخدش لون برضو، لازم اقول لكم انه ما بياخدش لون. ولما نضرب الدقيق في العجان يا حبايب قلبي ما نعجنش كتير عشان ما ينشفش من جوه، عشان قلبه ما ينشفش من جوه، فما نعجنش كتير. ايه رايكم؟ بسم الله ما شاء الله. لو وصلتوا لغايه كده يا حبايب قلبي صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. انا بحبكم في الله، ويا رب يكون اللي انا بعمله يعني بتستفادوا منه وبيعجبكم، خصوصا بناتي واخواتي وحبايبي وبناتي المبتدئين العرايس الحلوين اللي حابين يخشوا المطبخ ويساعدوا ويعملوا حاجه حلوه. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.